يا اهلا يا اهلا يا اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الوعي الاخر. كنت لايف من شويه بس الكهرباء قطعت فهنرجع تاني. نبدا من الاول بقى، يعني من اول الموضوع. كنت قاعده انا ومجموعه من الاصدقاء وبنتكلم في العلاقات الحميمه والعلاقه بين الزوجين وكلام من ده. فواحده قالت انه الرجاله دايما عندهم شهوه وان هم طول الوقت بيبقوا عايزين يعملوا علاقه جنسيه. يعني لنا هنا وقفة كبيرة جدا. يعني أول حاجة على كلمة طول الوقت، هو مين طول الوقت عنده بال رايق أو عنده جهد أو عنده وقت؟ يعني هو ده الراجل ده ما بيقومش مثلا يروح الشغل عنده علاقات اجتماعية، مشاعره بتتأثر. يعني مين طول الوقت obsessed بالسكشوال ريليشن شيب؟ مين طول الوقت عايز يعمل علاقة جنسية طول الوقت؟ يعني طول الوقت دي حاجه غريبه جدا. يعني ده محتاج بقى يروح لثيرابيست يشوف هو ليه obsessed with sex، انه حد بيفكر طول الوقت يعمل علاقه جنسيه. بس على صعيد بقى مجتمعي، لما احنا نيجي نبص على الموضوع ده، نبص على القصه بتاعت انه مين السباق بتاع الشهوه، مين عنده شهوه اكتر، مين بيبقى عايز يمارس جنس اكتر. الحقيقه احنا ما بنعرفش نقيسها لان ما فيش مرجعيه ثابته نعرف نقيم عليها الموضوع بالنسبه لكل الناس. يعني بين الاشخاص وبعضها في فاريشنز فظيعه جدا في الشهوه الجنسيه. يعني ممكن نلاقي ناس رجاله او ستات اسكشوال ما عندهمش اصلا الرغبه الجنسيه، ما بيفكروش اصلا في الجنس، دي حاجه ما بتخطرش في بالهم، يعني ما بتجيش على بالهم خالص. في ناس رغبتهم الجنسيه بتبقى بمعدل مره في الشهر، مره كل شهرين، مره كل 3 شهور. they show no interest في السكس، بالنسبه لهم مش حاجه، يعني ايا كان اسبابهم ايه. وفي ناس على عكس مره كل اسبوع، في ناس بتبقى عايزه مره كل يوم. بين الناس وبعضها في فاريشنز، وبين الشخص ونفسه كمان في فاريشنز. يعني ممكن تلاقي شخص كان يقول لك انا كنت في فتره سexually اكتف وعندي سexual desire عاليه، وبعد كده ما بقتش خالص بفكر في موضوع الجنس. اوكي، هو بين الشخص في اسباب بقى، لان احنا مش مكن. يعني هي الموضوع مش موضوع فيزيكال بحت ان انت مكنه فانت هتمارس الجنس طول الوقت. عشان بقى نبص على فكره شهوه الستات. يعني انا شغاله في مجال العلاقات الزوجيه، مستشاره علاقات زوجيه من 2016، بقالي سنين السنين. يعني غير طبعا علاقاتي الاجتماعيه مع ناس وبشوف ناس وبقابل ناس وبتكلم مع ستات كتير. فكره ان الستات في المجتمع ده ما عندهمش الاريحيه اللي عند الرجاله ان هم يعبروا عن رغبتهم الجنسيه. يعني بشوف ستات كتير بتبقى المشكله الاساسيه السرير بينها وبين جوزها. اقول لها طيب اطلبي منه، اتكلمي معاه وانتوا لابسين هدومكم عادي، اتكلمي معاه في رغباتك، اتكلمي معاه، اغوي، اعملي اي حاجه. يعني تقولي هيقول عليا ايه؟ there is a lot of barriers يعني بين الناس وبعضها، متجوزين وبعضهم، لانه في barriers ما بين الستات ونفسها في المجتمع ده، على عكس الراجل ان هو بيحصل تفاخر فظيع جدا ان هو على طول sexually active، على طول عنده رغبه جنسيه، which is not true. ما فيش حد على طول كده. يعني دي بقى تبقى حاله تستحق الدراسه. لو هو على طول عايز ينام مع حد، حاله هيبقى في مشكله في الموضوع. هو طول الوقت ما يفكرش غير في الجنس يعني. الرجاله عندهم اريحيه اكتر ان هو يعبر، عنده اريحيه اكتر ان هو يرفض. دي مش موجوده عند الستات يعني دوافع كتير، منها طبعا الدينيه انه ما ينفعش الست تقول لجوزها لا، ومنها المجتمعيه. في ستات للاسف بتتربى على فكره انه الجنس اكل عيشك في البيت ده، فانت هنا اداه عشان جوزك يستمتع بيها. وده سمعته كتير كتير كتير، يعني ان هي بتعمل العلاقه الجنسيه عشان تاخد اللي هي عايزاه، عشان هي قاعده بلقمتها وبالسرير. فحاجه موجعه للاسف. فالستات ما عندهاش اريحيه ان هي تعبر عن رغبتها الجنسيه، وبرده مش بسبب العيب والغلط وكلام من ده، اوقات بيبقى بسبب الرفض، ان هي مش عايزه تترفض، مش عايزه تقول لجوزها انا عايزاك دلوقتي او انا عندي رغبه جنسيه دلوقتي. فهو يقول لها لا انا مش قادر، او معلش يا حبيبتي نامي دلوقتي، ربنا يهديك، احنا كبرنا على الحاجات دي، او ايا كان بقى، مش احنا لسه عاملين اول امبارح. يعني اوريدي برضو بيبقى فيه اللي هو fear of rejection، ان دي حاجه ما بتطلبش من كل الناس. يعني في حميميه جدا في العلاقه، فمن المفترض الناس تقدر بعض، حتى لو انت مش عايز دلوقتي you can manage ان تهندل الست اللي معاك بطريقه او باخرى، غير ان انت to reject her يعني. فدي قصه. حاجه كمان انه يعني الستات مش بتعبر برضو عن فكره رغبتها في ممارسه الجنس، عشان ما يتقالش عليها قليله الادب، عشان ما يتقالش عليها عندها السوده. يعني حد عمركم سمع موضوع السوده ده، اللي هي ست عندها رغبه جنسيه وبتعبر عنها يعني
بشي كم وبتستمتع بالعلاقه الجنسيه، وممكن تعمل علاقه اكتر من مره في اليوم. دي بالنسبه لستات كتير بتتوصم بيها. هو انت ليه شهوتك عاليه كده؟ ان هي كأن هي وصمه، مش كأن هي حقها. فما يجيش حد يقول لا والله اصل الرجاله شهوتهم اعلى. شهوتهم اعلى على حسب بقى قول اوشو مثلا. اوشو كان يتكلم في الموضوع ده، قالك انت على سبيل المثال يعني انت لما بتشبع من الحاجه مش بتشتهيها تاني بسرعه. لما بيحصل لك شبع، زي حد كان خلاص كان عندي كريفنج على حاجه مسكره فكلتها، استمتعت بكل قطمه فيها، استمتعت بكل الديليشسنس اللي حاصله، يعني اتبسطت بكل حاجه حاصله فيها وكنت موجوده في اللحظه. فين وفين تاني لما يحصل لي الكريفنج ده، لان انت اوريدي بتملى حته ايموشنال قبل ما تملى حته في بطنك. نفس القصه بقى بالنسبه للجنس. الرجاله اللي بتقعد تقول لك انا عايز كل يوم عايز كل يوم، لما تيجي بقى تعمل دراسه بجد للفكره هو انت ازاي اصلا بتمارس الجنس مع مراتك، ودي انا شفتها في سيشنز كتير تقولي انا جوزي عايزني كل يوم، احكي لي ايه اللي بيحصل كده، تقولي ما فيش، يعني بيجي يحضني يبوسني بوسه، كل القصه دي ما بتعديش 30 ثانيه، مش نوت تيرند اون اصلا، هي ما حصلهاش اي حاجه، هي كانت نايمه هوب نط عليها ده في ده خلاص هو جابهم خلصنا على كده. طب هو فين بقى فين البروسيس؟ يعني حتى باولو كويلو قال لك المتعه في الرحله مش في الوصول. حضرتك بتنط على الوصول على طول، فايه اللي انت عامله ده؟ يعني فاكتشولي بكره هتجوع تاني، لان انت كانك بتقضي حاجتك، يقضي وتره. هو انت ما بتعملش البروسيس اللي فيها الاستمتاع، ما بتعملش الديب كونكشن اللي يعمل لك اشباع. فما تجيش تقول اصل انا عايزها كل يوم وهي بترفض، ما هي طبيعي هترفض لان انت بتستغلها كل يوم. هو انت مش بتعوزها كل يوم، انت بتعوز حاجتك منها كل يوم، بس فين بقى الاكتوال كونكشن اللي حاصل؟ مش حاصل خالص. فالست زي دي مثلا تقول لك ما تيجي انا اسالها اقول لها انت مثلا بيجي لك خيالات جنسيه، بيجي لك رغبه اصلا في ممارسه، تقول لي بس مش معاه. مشاعري تتحرك لو شفت مشهد رومانسي في فيلم، مشاعري تتحرك ويبقى عندي رغبه جنسيه، بس مش مع الشخص ده. ليه؟ لان انت كفرتها في عيشتها ببساطه، يعني بكل سهوله انت خليتها تقرف من الفعل اللي بيحصل ده.